السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير. هنشاهد في فيديو النهاردة رائعة من روائع الجمهور المغربي، وهو يبدع في المدرجات بالأغاني والأهازيج الجميلة، وأجمل حاجة هو التنسيق والتنظيم للجمهور وهو يغني هذه الأغاني. بجد أداء وحماس رهيب. الجمهور المغربي يا جماعة ينزل أي استاد فيه طاقة إيجابية، وفيه طبعا حماس الناس اللي موجودة قبل اللعيبة. بأمانة الواحد عايز يسيب الماتش يتفرج عليهم من قوة الحماس اللي عندهم ومن قوة الانتظام والأغاني المغربية الجميلة. بجد بأمانة الناس طبعا اللي بتروح وبتشارك يا جماعة في الحاجات دي يا ريت تكتب لي طبعا في الكومنت. نكمل الفيديو. الجمهور المغربي من أعظم الجماهير في أفريقيا. أنا عن نفسي بحب أسمعهم لما يكون في مباريات كرة قدم بتاعت المنتخب طبعا المغربي، بنحب نسمع ونشوف أجواء الجمهور المغربي هيعمل إيه في المدرجات. يا ريت طبعا يا جماعة برضو يعني الناس اللي بتحب الحاجات دي، يعني بيحبوا يشاركوا في الحاجات دي، يكتبوا لي يقولوا لي إحنا بنحب نشارك في الحاجات دي. دي طبعا بترفه عن الواحد، وبده كمان طاقة إيجابية جميلة طبعا للعيبة، وبده طاقة إيجابية بأمانة والله يا جماعة للناس اللي قاعدة قبل اللعيبة. نكمل الفيديو. الواحد من جمالهم بيسيب الماتش ويتفرج طبعا على اللعيبه وهي في الاداء بتاعها في المدرجات. المنتخب المغربي يا جماعه ما بيكون بيلعب والجماهير المغربيه طبعا بتنزل بتدي اداء اكتر من رائع، زي ما احنا طبعا شايفين ده يا جماعه. الفيديو ده متكون طبعا من كذا مقطع، حبيت اجيبه طبعا وتشاركوني لان انا بحب الحاجات دي، وحبكم تشاركوني رايكم طبعا. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعه، ما تنسونيش طبعا بلايك. ده طبعا مقطع تاني.
حاجه يا جماعه الانتظام في الاداء. تحس ان هم كلهم كده زي الكورال، كلهم شغالين نفس واحد بانتظام. طبعا هم مش متفقين، هم متعودين على كده. في كل مباراه متعودين كده يكونوا مجتمعين، الشعب المغربي او الجمهور المغربي بيدوا باحسن اداء. ومش شرط كمان يا جماعه يعني يكون الناس اللي بتشجع مش الشعب المغربي بس، في ناس محبه للمنتخب المغربي، سواء بقى مصري، سواء ليبي، جزائري، اردني، بيحب يعني في الغربه بيكون في ناس كتيره يعني متجمعين كده بيحبوا يروحوا يتفرجوا مثلا، حابين المنتخب المغربي فبيحبوا يدوا ادائهم. او في اي ماتشات، يعني اي ماتشات بيكون حاضرها الجمهور المغربي بصراحه بالمعنى يعني بيخرب الدنيا، بيخرب الدنيا بالاغاني المغربيه الجميله. نكمل الفيديو. الحماس كده طالع من قلبهم، تحس فعلا ان الاغاني طالعه من قلبهم، طالعه بحب، سواء بقى المنتخب المغربي سواء اي منتخب هم حابين يشاهدوه. معروف اصلا يا جماعه ان المنتخب المغربي من اعظم الجماهير طبعا، من اعظم الجمهور المغربي من اعظم الجماهير في افريقيا. بينزل اي ارض ملعب يعني بيخلي فيها، بيشعل الاجواء زي ما بيقولوا، بيشعل الاجواء، بيخلي فيها حماس رهيب. وكمان يا جماعه ما ينساش طبعا ان هو يعني اللي دايما المنتخب المغربي دايما متفوق، ودايما جمهور بيحب يسانده، وبيحب يساند برضه يا جماعه الجمهور المصري. يعني بيكون في ماتشات برضه مصريه بنشوف فيها هنا ناس عندنا في الجاليات المغربيه اللي عندنا في البلد، بيحبوا يشاركونا، بيحبوا يشاركونا بامانه، بيحبوا يشاركونا في الماتشات بتاعتنا. بنشوفهم بيكون بننبهر طبعا، واحنا طبعا كلنا اخوات. نكمل مع بعض الفيديو. فعلا الفيديو جميل جدا، والجمهور المغربي هو أعظم جمهور في إفريقيا، ويعد من أفضل الجماهير على مستوى العالم، لأنه دائما يبث روح الحماس والمتعة في المدرجات. وده يا جماعة كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.